يلا نزين تورته مع بعض بتزيين بسيط وسهل واي حد يقدر ان هو ينفذه. سواء عندك اي مناسبه، اي عيد ميلاد، تقدري ان انت تعملي التصميم البسيط دوت. ما استخدمناش فيه اي ادوات ولا حاجات كتير، لا بسيط جدا، وفي الاخر نتيجته زي ما انتم شايفين كده حلو جدا. قبل ما نبدا في الفيديو، لو كنتي مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس واعملي لايك للفيديو لو عجبك، وكملي بقى الفيديو للاخر عشان تعرفي طريقه التزيين بالظبط وعملنا ايه. اول حاجه ده كده كيك اسفنجي انا خبزته وكان كده بايت من قبليها بيوم، ووصفه الكيك ديت انا نزلتها قبل الفيديو ده على طول بالتفصيل. وزي ما انتم شايفين الكيك ما شاء الله هش جدا ومرتفع، واللي انتم شايفينها دي الكيكايه العاليه دي ما شاء الله ب4 بيضات بس. 4 بيضات بس هتعملي بيهم التورته الخطيره بالارتفاع العالي اللي انتوا شايفينه ده. وشايفين ما شاء الله الكيك من جوه مستوي مش معجن، مساماته ما شاء الله متساويه وحلوه جدا وهش جدا جدا وطري. طبعا شكله بيتحدث عن نفسه. فلو حابين ان انتوا تتفرجوا على الفيديو بتاع الكيك او السبونش كيك هتلاقوه قبل الفيديو دوت. ادخلوا على القناه هتلاقوه الفيديو قبليه على طول، وانا هحط لكم برده اللينك بتاعه في صندوق الوصف عشان لو حابين تتفرجوا على وصفه الكيك. فانا كده قطعت الكيك ما شاء الله اللي احنا عملناه مع بعض دوت على 5 طبقات. وبدات كده اخد اول طبقه شربتها بشربات خفيف. تقدري ان انت تشربيها بجيبي شويه من الحليب على شويه من الجناش او الشوكولاته النوتيلا او بديل الشوكولاته النوتيلا، او اي يعني سيرب تقدري ان انت تشربي بيه عموما متوفر عندك. ولكن انا حطيت النهارده شربات خفيف اللي هو نص كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه، و5 دقايق بس على النار يغلي يبرد ونسقي بيه التورته بتاعتنا. او تقدري ان انت تحطي لبن على شوكولاته او جناش على شويه ميه بتخففيه وتسقي بيه. وبعد كده بدأت ان انا الكريمة التورتة مقاس 20 دي كده مقاس 20 خدت مني 200 جرام من الكريم شانتيه الخام بدون سكر. ضربته انا كنت مستخدمة النوع المتحدة ريتشي. ضربت كده 200 جرام من الكريمة عليهم 300 جرام من المية او 300 ملي من المية ل 400 ملي على حسب الجو اللي احنا فيه. بس احنا في الحر فانا بحط الاول 300 ملي من المية، وبعد كده ببدأ ازود لو حسيت ان الكريمة بتاعتي محتاجة وتقيلة جدا. فضربتها كده كويس جدا وحطيت عليها معلقتين كده كبار مليانين من بديل الشوكولاته القابله للدهن. وكمان حطيت معلقه كبيره من الكاكاو وضربتهم علشان تبقى بالشوكولاته، او تقدري تحطي بدل الشوكولاته جناش. وبدات ان انا احشي بيها تورتايه زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو، وحشيتها كمان من جوه بصوص الشوكولاته اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده جلستها بقى من على الجوانب ودخلتها التلاجة تمسك وتشد نفسها. بعد ما طلعت من التلاجة حطيت عليها بديل الشوكولاته السبريد، وبدات كده ان انا انزله كده خطوط على الجنب، ومن تحت كده حطيت شويه من الكريمه في كيس من الحلواني. وبدات ان انا اعمل روزيتات كده من الكريمه من تحت كده داير ما يدور البورد بتاعي بتحس كده ان هي تديها شكل حلو من تحت. وبدات كده ان انا اعمل وردات كده من فوق على جنب واحد عشان الجنب التاني انا هحط عليه الاسم. فكرة لذيذة وسهلة وبسيطة وتقدري تنفذيها وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين ما استخدمناش اي حاجة خالص، ما استخدمناش اي ادوات معقدة في التنفيذ او التزيين. لا بسيطة جدا، هو القمع بس استخدمناه والمعلقة وسباتيولا وبس كده. وعملت بس وردات بالشكل ده. وبدأت كده ان انا احط الكور كده من الشوكولاتة اسمها كريسبي بنجيبها من عند العطار، حط باللون الذهبي. وكمان دي كده شوكولاتة عملتها في قوالب السيليكون وحطيت عليها بس دست ذهبي لونتها كده بالدست الذهبي. وبدأت ان انا احطها كده من فوق كده بين كل وردة ووردة. وهنا حطيت بقى الاسم اللي انا عايزاه، اي مناسبة بقى او اي اسم انت حباه حطيته كده في الجنب التاني الفاضي. وهحط برضو شوية من السبرينكل الابيض وشوية من السبرينكل الشوكولاتة بالشكل ده. وكمان اديت رشة كده من فوق كده من الدست الذهبي بحيث ان هي تدينا لمعة وشكل مختلف. وزي كده ما انتوا شايفين شكلها ما شاء الله حلوة جدا وبسيطة وما خدتش مننا وقت، وفي ثواني هتحضريها. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده التزيين طالع في الاخر تحفة جدا وشكلها بسيط ولذيذة واي حد هتعجبه. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.